السلام عليكم، اخباركم عاملين ايه؟ طلاب سنه اولى. احنا النهارده معاكم مستر حسام عياد، مدرس التاريخ للمرحله الثانويه، الامبراطور في التاريخ. احنا خلصنا الحمد لله الوحده الاولى، وخدنا الدرس الاول في الوحده الثانيه اللي هي ملامح التاريخ الفرعوني. النهارده باذن الله هنكمل مع بعض الحياه الاقتصاديه، الدرس الثاني في الوحده الثانيه. طبعا انتوا عارفين نظام شغلنا. بننزل كل حد حصة على اليوتيوب، اما المنصة بتزيد عنهم حصة الاربع اللي هي حصة الفرم على الجزء اللي كلنا خدناه وحل اسئلة ونواتج التعلم. خلاص، دايما احنا بنبدأ حصتنا الجديدة مع فكر مع الامبراطور. بناخد بعض الاسئلة عن الدرس اللي فات، بس بنشوف الافكار ونشوف الاسئلة دي بنطبق عليها ازاي. خلاص، طيب بص معايا بيقول ايه. أخذت بلاد العراق القديمة عن مصر شكل الهرم المدرج. الكلام ده هناخده تاني في الترم التاني بإذن الله. في بناء معابدها يدل ذلك، يعني العراق نجلة مننا، على تميز الحضارة المصرية بإيه؟ إحنا كحضارة مصرية لما العراق تنجل مننا الهرم المدرج ده يدل على الأصالة ولا التقدم ولا الاستمرارية ولا التواصل الحضاري؟ طبعا الأصالة بره الموضوع، لأن الأصالة إن هي الحضارة المصرية لها خاصة الأصالة لأنها قامت على يد المصريين. التقدم في العلوم المختلفة، الاستمرارية موجودة لغاية دلوقتي، يبقى التواصل الحضاري. لما نتبادل حضارة مع حضارة أخرى، الحضارة المصرية مع حضارة أخرى، ده يدل على التواصل الحضاري. طيب بيقول لي أي من العواصم لمصر الفرعونية كان اختيارها لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية؟ يعني في عاصمة تمت لمصر الفرعونية حققت هدفين. طبعا أي عاصمة لها غرض سياسي، بس هو الجديد النهاردة الغرض مين؟ الاقتصادي. هل هي مثلا طيبة ولا أخيتاتون؟ طبعا طيبة بره الموضوع لأن طيبة دي وحدت البلاد سياسيا، بس أخيتاتون دي حاجة ثورة دينية. من نفر لها غرض اللي عملها مين؟ مينا موحد القطرين، ده ليه هدف سياسي بس. العاصمة الوحيدة اللي لها غرض سياسي واقتصادي أسيتاتاوي، اللي هي اللي تجرب مدينة العياط حاليا، اللي عملها مين؟ امنمحات الأول، اللي جه بعد منتحتب الثاني، هو مؤسس الدولة الأسرة ال 12 في الدولة الوسطى، لأن أساسا عصر الدولة الوسطى عصر الرخاء الاقتصادي. طيب بيقول لي تميزت الفترة التي سبقت حكم منتحتب الثاني. بيقول لك منتحتب الثاني كان في فترة قبليه اللي هي أصل هو منتحتب الثاني مؤسس ايه؟ الأسرة ال 11 اللي هي الدولة الوسطى. هو كان قبليه عصر انتقال. نذكر بعض، انت عارف ان الدولة العتيقة، العصر العتيق ده تم امتى؟ الأسرة 1 و2. الدولة القديمة 3 ل 6. بدأنا عصر انتقال أول، عصر ضعف اضمحلال من 7 ل 10. جت بعد كده 11 و 12 الدولة الوسطى. طب الدولة الوسطى مؤسسها منتحتب الثاني اللي هي عصر الدولة الوسطى الرخاء الاقتصادي. قلنا هو كان جاب ليه فترة فوضى. يبقى فوضى ان احنا اتفقنا ان اي فترة فوضى احنا عندنا هرم. لما يبقى الحاكم هنا وحكام الاقاليم والموظفين هنا يبقى الهرم معدول، يبقى الدولة قوية. لو اتشقلب الهرم يبقى العكس. هو ماسك كان نفوذ حكام الاقاليم زادوا، واحنا متفقين ان نفوذ حكام الاقاليم معناها ايه؟ هو هيعيد نفوذ الملك مرة اخرى ويسيطر على حكام الاقاليم ويقضي على نفوذ كبار الموظفين. فمنتحتب الثاني عمل ايه؟ الفترة اللي قبليه هل ازدياد نفوذ الملوك؟ لا طبعا. ضعف نفوذ الكهنة ده ملوش علاقة. ضعف نفوذ حكام الاقاليم؟ لا، ده هو ماسك كان حكام الاقاليم ايه؟ بيدوا الملك في وشه. اتساع نفوذ اللامركزيه اللي هم حكام الاقاليم. ما احنا قلنا السلطه المركزيه الملك، اللامركزيه حكام الاقاليم.
فمن تحتب الفترة التي سبقته، يعني قبليه. دلل سؤال مقالي، دلل تاريخيا شهد العصر المتأخر. احنا قلنا العصر المتأخر منين؟ من الأسرة 21 إلى الأسرة 30 في مصر الفرعونية تناقضا واضحا. بص يا صديقي، هو بيقول لي ايه؟ العصر المتأخر ده فيه تناقض، زي فاكرين العصر المعاصر، العصور التاريخية. ده العصر المتأخر ده متناقض ليه؟ أولا البلد ضعفت وبدأ تخسر كل اللي كسبناه في الخارج ايام تحتمس ورمسيس الثاني. يبقى ضعف البلاد، اضطراب الامن، بدانا البلد تفقد مكتسباتها الخارجيه، المكاسب الخارجيه. تمام. فده ادى الى انهيار، عصر متاخر، عصر الانهيار اللي مش ما فيش عصور بعده. بس احنا متناقض ليه؟ طب ما هو ضعف اهو، لان احنا هنستثني فتره الاسره 26 بتاعت مين؟ أبسماتيك وابنه نخاو، لأن مصر ظهرت فيها هو نوع من القوة في الأسر 26. يبقى في تناقض اهو، مرينا فترة ضعف من 21 ل 30، بس نستثني الفترة بتاع ال 26 الأسرة بتاع أبسماتيك وابنه نخاو. يبقى ده عصر إيه؟ متناقض. أنت فقدت ممتلكاتك الخارجية، ضعفت، انهيارت، بس ويحصل تدخل أجنبي من الفرس وينتهي العصر ده بالاحتلال اليوناني، بس نستثني الأسرة 26. خلاص؟ احنا كده خدنا مين مع بعض الأول؟ خدنا بعض الأسئلة بتذكرني بالدرس اللي فات. خلاص؟ هنبدأ النهاردة بإذن الله نتكلم بقى عن الأحوال الاقتصادية في مصر الفرعونية. نبدأ مع بعض الحصة زي ما بنبدأ كل حصة، احنا بدأنا بالأسئلة، نخش بقى على الشرح. هنبدأ مع بعض بقى حاليا الدرس الثاني في الوحدة الثانية اللي هو ايه؟ الحياة الاقتصادية. احنا خدنا الدرس الأول في الوحدة الثانية ملامح عن التاريخ الفرعوني وقسمنا الأسرات وعرفناها. النهارده بقى بنتكلم عن الأحوال الاقتصادية. احنا دايما ماشيين بمبدأ ضد الحفظ. انا مش عايز اخش على الدرس واحفظه بس، انا هبدأ احلل العنوان الاول. احنا متفقين على اسس حياة اقتصادية توتو على كبوتو، الحياة اللي بتجيب الماني، الفلوس. يبقى كلمة اقتصاد شيء مؤثر فيا ماليا، يبقى انا بتكلم عن 3 حاجات. دايما الاقتصاد، شوف السياسة اللي احنا اتكلمنا عنها ملامح من تاريخ مصر، ده نظام الحكم. لكن لما اجي اتكلم عن حياه اقتصاديه، انا بتكلم عن حياه بتجيب فلوس، الزراعه، الصناعه، التجاره. طيب، مصر في تاريخنا الفرعوني احنا معروفين ان احنا ارض الخير. ايه قصه بقى ارض الخير معانا؟ لما تبقى دوله عندها خير يبقى عندها موارد. طيب، مصر دي تمتعت منذ فجر التاريخ ببعض المقومات الاقتصادية. يعني احنا كمصر عندي مقومات اقتصادية، مقومات ساعدتني ان انا ابقى متقدم اقتصاديا في ال3 مجالات. ما احنا متفقين ان احنا زراعة، صناعة، تجارة. طيب، مصر انت عارف ربنا سبحانه وتعالى وهبها ايه؟ نهر النيل. النهر ده ساعد على ان المصريين استقروا وعرفنا ايه؟ الزراعة. يبقى احنا كده تقدمنا في مجال الزراعة بسبب النهر والاستقرار. يبقى اول شيء مقوم عندك كمصر القديم انك عندك نهر. 2، عندك معادن، سواء المواد الخام، الاحجار والمعادن. طب والاحجار والمعادن دي عملت ايه؟ بدأ المصريين يصنعها فتدخل كمقوم فين؟ في الصناعة. يبقى انت عندك اول حاجة ايه؟ مية ساعدتك على زراعة، نهر النيل. المقوم الثاني انت عندك طبعا مواد خام ساعدت ان المصريين يستخدموها ويتعاملوا معاها، وبدأنا نتقدم في الصناعة. 3، عندنا طبعا موقعنا المتميز. فاكر انت عوامل قيام الحضارة المصرية القديمة؟ مصر تمتلك موقع متميز ولا لا؟ طب الموقع ده فين ومنين؟ مصر بتقع في قلب العالم وتطل على أهم بحرين، الأحمر شرقا والمتوسط شمالا. وموقعنا المتميز ده خلانا ملتقى طرق التجارة العالمية
فساعد ذلك مصر على تقدم التجارة. يبقى أنا عندي مقومات. أول حاجة مقوم مية، مواد خام موقع، مية زراعة، مواد خام صناعة، موقع تجارة. طيب نمسك الجزئية دي كده. بيقول إيه؟ منح الله سبحانه وتعالى مصر العديد من المقومات الاقتصادية، حاجات بنعتمد عليها اقتصاديا منذ فجر التاريخ. احنا قلنا مصر أرض الخيرات عشان عندها المواد، ولتعدد بها المجالات الاقتصادية. احنا أرض الخير لأن عندي مجالات. طيب ما عوامل ازدهار الحياة الاقتصادية في مصر القديمة؟ ايه المقومات الأسس اللي المصري القديم كانت عنده واعتمد عليها؟ هنقول أول أسس مين؟ زي ما قلنا وجود نهر النيل كان عوامل التنمية الاقتصادية في مجال الزراعة، وده أهم عامل عندنا لأن ده هو اللي مرتبط بالحضارة المصرية القديمة. 2 وفرة الأحجار والمعادن، دي طبعا كانت مقاومتها في مجال الصناعة، تقدمنا زي ما قلنا في المجال الفنون والعمارة. الموقع المتميز والسواحل البحرية جعلها مركز تجاري حضاري، عن قلنا ساعد على تقدم التجارة في مجال التجارة. يبقى أنا عندي 3 مقومات ساعدت على قيام الحضارة: مية، معادن، موقع. نبدأ بقى نتكلم عن الحياة الاقتصادية. الحياة الاقتصادية احنا اتفقنا زراعة، صناعة، تجارة. هنبدأ أولا بمين؟ بمجال الزراعة. خلي بالك معايا، طبعا المصري القديم ارتبط بالأرض بتاعته وبدأ في مجال الزراعة بالذات. ليه؟ هو أساسا كان عايش على الهضبة وبيعيش حياة مش مستقرة، صيد وجمع والتقاط. بدأ ينزل حوالين نهر النيل، فبدأ يستقر ويقعد ويعمل قرى ومدن وأقاليم وبدأ يستقر. فبدأ المصري القديم يبص إن الأرض دي يعني يعتبر أهم شيء عنده. الزراعة دي من أهم الأنشطة الاقتصادية اللي المصري كان بيهتم بيها. ليه بقى؟ أولا بدأ يدافع عن الأرض لأنها بتعتبر إيه؟ أساس رخاء البلاد وثروتها. المصري القديم حاسس إن الأرض دي هي سبب الرخاء اللي البلد عايشاه. طبعا الزراعة بيتبادل مع محاصيل أخرى وبيبيعها وبتجيب له فلوس، يبقى حاسس إن الرخاء الاقتصادي اللي هو عايش فيه سببه الأرض. 2 هو دخله كلها معظمه من الأرض، يبقى ده مصدر للدخل القومي بالنسبة ليه، للدخل الفردي بتاعه، يبقى مصدر رخاء البلد كلها ومن أهم مصادر دخله هو. فبدأ المصري القديم يرتبط بالأرض ويدافع عنها بدمه، واللي يقدم عليها يخلص عليه، يقطع خبره. يبقى المصري القديم ارتبط بالأرض ليه ودافع عنها؟ قلنا 1 هو معتبرها مصدر لرخاء الدولة، مصدر الدخل بتاعه، ولذلك هو معتبر أن مصر هي خير الأوطان. اعتبر أن مصر دي هي أحلى بلد في العالم. نقول تاني، بص يا بابا، هو المصري القديم قاعد جنب الأرض بيدافع عنها ليه؟ ليه مرتبط بالأرض؟ حس إن الزراعة اللي هو قاعد جنبيها دي وعمل زراعة وقاعد جنب النهر هي أهم مورد اقتصادي للبلد. ماشي؟ يعني أساسا هي مصدر للرخاء والثروة. 2 مصدر للدخل بتاعه. فبدأ المصري القديم يعتبر إن البلد دي أفضل بلد وبيدافع عن الأرض بدمه، محدش يقدر يجرب عنها لأنها مصدر معيشته. طب كويس، هنمسك بقى الحياة الزراعية. بصوا يا جماعة، الحياة الزراعية احنا مقسمينها لمحاصيل وملكية ودور الدولة وتربية الحيوان. يعني الحياة هو درس سهل جدا. الحياة الاقتصادية بيتكلم لك عن أهم المحاصيل، بعد كده بيديك الملكية الزراعية ايه، الدولة بتعمل ايه عشان تنمي الزراعة. المصري القديم ارتبطت بزراعة تربية الحيوانات. هنبدأ مع بعض أنا وأنتوا دلوقتي المحاصيل الزراعية. خلي بالك بقى يا نجم معايا. بص يا صديقي، أولا إحنا عندنا
قاعدة خدناها الحصة بتاع العوامل الطبيعية. المصري القديم كان بيمتلك محصول واحد بس ولا تعدد في المحاصيل؟ لا، المصري القديم كان عنده أنواع كتيرة من المحاصيل. أول نقطة هي تعددت المحاصيل الزراعية في مصر القديمة. نحط أنا وأنت نواتج تعلق بسبب تنوع المناخ. يبقى المصري القديم محاصيله كتيرة لا عشان متنوع المناخ. احنا قلنا لما المناخ يتنوع من اعتدال لحر لصحراوي، الكلام ده بيعمل ايه؟ بيعدد المحاصيل. محاصيل شمال مصر غير جنوبها بسبب اختلاف درجات الحرارة. يبقى اول نقطة هنقول انا وانتو المحاصيل الزراعية مستر دلوقتي في مصر كتيرة ومتنوعة، قمح على أرز على قطن على كتان على ورق بردي. طب ايه اللي نوع المحاصيل كده؟ بسبب ان المناخ متنوع. ماشي. 2، المصري القديم كان بيحقق الاكتفاء الذاتي. الحمد لله في مصر القديمة كان بيزرع اللي مكفيه، الا في فترتين لما تحصل اول حاجة كوارث، يقوم يلاقي المحصول ولع، يا اما قلة الفيضان، أزمة انخفاض منسوب مياه النيل. لما النيل ينخفض، طب ما هو النيل لو حصل جفاف مفيش محاصيل. يبقى المصري القديم حقق الاكتفاء من المحاصيل، عنده محاصيل كتيرة، كان بيقضي نفسه وكان مكفي اللي بيعيشه. بس عنده مشكلتين في فترتين، يا اما تحصل كارثة ليه، حاجة بقى في علم الغيب الأرض ولعت، يا إما حصل إن المية جلت. فبدأ المصري القديم دول بس الفترات اللي بتحقق فيهم نقص في المحاصيل. المصري القديم حبيبي لما كان بيحقق فائض من المحصول، مثلا زي محصول القمح، احنا عندنا أنواع المحاصيل المصرية. أول حاجة الحبوب اللي هو القمح والشعير. ده القمح ده أمنه الغذائي، ما المية دي أمن مائي والقمح أمن غذائي. يبقى أول حاجة عنده محاصيل اسمها محاصيل حبوب. ماشي، يعني يحضر القمحيات والعشقات. 2، يجي يحضر الخضروات، يعمل السلطة تحته، البصل والثوم والخس. يبقى احنا نرتب انا وانت كأننا بنعمل السفرة انا وانت. أول حاجة بحضر شوية العيش، يبقى ده حبوب والشعير. 2، السلطات بتاعتي، خس، ثوم، البصل. ابدا اجهز الاطباق، البقوليات، العدس والفول والترمس. مصر القديم حط السفره، قال لي اول حاجه يا عم حسام محاصيل يا امبراطور الحبوب. اعمل يا عم القمحيات وطحين القمح والعيش والشعير، يبقى ده محصول حبوب. ثم حضر شويه السلطه بتاعتي، بصل، ثوم، خس. ثم ابدا احط الاطباق، الفول، الترمس، العدس، البقوليات. ثم ابدا احط طبق اللي انا بحل بيه الاشجار المثمره، العنب والبلح والتين. المصري القديم كان عنده سكر، فاهمني؟ يعني جاب ال3 السكريات. نقول تاني، المصري القديم عنده انواع متعدده من المحاصيل. ليه؟ تقول بص يا مستر، هو عنده مناخ كتير متنوع، فالمحاصيل متنوعه من الشمال والجنوب. ماشي. طب المصري القديم كان عنده هنحضر انا وانت مع المصري القديم سفرتنا انواع المحاصيل. 1، هو اول عنده قمح والشعير، اسمها محاصيل، احنا بنحطها ندرج تحت محاصيل حبوب. ثم نعمل خضار، السلطه. ثم بعد ذلك نحط الاطباق، فول وترمس اللي هو البقوليات. ثم نحط نبات البقوليات، الفول، ماشي. ثم اشجار مثمره، العنب والبلح. ثم الزيت، محاصيل زيتيه من السمسم لاستخراج الزيت. في بقى بعد ما خلصنا كله نبدا نجهز الملابس، نبات الالياف، الكتان لصناعه النسيج. يعني المصري القديم عنده حبوب وبقوليات واشجار مثمره، وعنده سمسم بيطلع منه زيت، وعنده كتان بيصنع منه ملابس. كلها دي مش محصول واحد اهو، وخضار، كله ده محاصيل متعدده. طيب في بقى محصول اللي هو قلنا مين؟ القمح. ده محصول امن غذائي.
طب المصري القديم في فترات كان بيبقى عنده فائض، هو بيكفي نفسه وعنده فائض. يخزن الفائض ده ازاي بقى؟ كان بيعمل حاجه اسمها الصوامع. الصوامع دي بالظبط اهو شكل عامل كده اهو. ازاي؟ ليه فتحه من فوق وفتحه من تحت. هو عباره عن مكان يتبنى مخروط الشكل. عارفين الازيوره بتاعت زمان، الزير بتاع الارياف بتاع اللي كنا بنحط فيه الميه، شكله مخروط الزير ده كده. خلاص، فهو يروح باني مبنى مخروط الشكل متسع من فوق، يروح عامل سلم ليه فتحه فوق وفتحه من تحت. الفتحه اللي من فوق دي يروح طالع بالسلم بالاشوله الجمح، يروح ايه حاططها في البناء ده اللي هي الصومعه. ويجي من تحت كده هو عامل باب، الفتحه اللي من تحت دي بيفتحه يطلع منه المحصول عشان يقدر يتحكم فيه وياخد الغله في الوقت اللي هو يحتاجها، اللي هو دي بنعتبرها زي الشونيه، بس احنا كنا بنسميها الصوامع زي المخازن يعني. يبقى المصري القديم لما كان بيحقق فائض كان بيعمل ايه؟ بيخزن الفائض منه في صوامع. الصوامع اماكن لتجميع وحفظ الغلال، كانت تبنى على شكل مخروط اهو. الشكل له فتحه من اعلى يصعد اليها العمال على سلم، يروح عامل هو سلم كده. يصعد العامل يحط من الفتحه دي ويبدا يحط اكياسه كده، الاشوله بتاعته، وهو عامل باب من تحت فتحه ياخد الغله لما يحتاجها. ده كده الشكل ده اسمه الصوامع. يبقى اماكن لتجميع وحفظ الغلال كانت تبنى على شكل مخروط له فتحه من اعلى يصعد عليها عمال، الوضع من اسفل البناء تؤخذ منه الغلال وقت الحاجه. طب هو عامل الباب من تحت ليه؟ عشان يتحكم في خروج المحصول. ماشي. يبقى هو بدأ معاك ان المصري القديم بيحب ارضه، بيعتبر ان بلده دي خير الاوطان، ارتبط بالزراعه، بيدافع عنها بدمه بحياته بروحه، لانها مصدر ثراء الدوله، هي مصدر للدخل القومي عنده، الدخل الفردي بتاعه هو. خلاص، مصدر الدخل بتاعه. كويس. خدنا اهم انواع المحاصيل، هنخش بقى على تاني حاجه، الملكيه الزراعيه. بص يا بقى الفرعون بقى قال لك بص يا امبراطور، الارض من الجيزه لاسوان بتاعتي ملكي. ماشي يا عم الفرعون، الارض ملكك يعني بتاع الدوله. ماشي. احنا مصريين قال لي بص انا هديك الارض ايجار، تاخدها تزرع زي حق الانتفاع كده، تنتفع بيها، تزرع وتدفع لي ضريبه من المحصول اللي انت مطلعه. بس للاسف حصل حاجه مش كويسه، ان انا كفلاح رحت للفرعون خدت ارض مش ملكي، ده ملك الفرعون، زرعت طلعت 100 اردب جمح، بدفع من ال 100 اردب دي 90 للفرعون و10 لي انا واسرتي كفايه احتياجاتي الشخصيه. طبعا ده في عدم وجود عداله، في ظلم في عمليه الضريبه، لانك انت معظم الضريبه بتروح لمين؟ للفرعون. يعني انا دلوقتي حاليا مثلا في الوقت الحالي عايز انزل اشتري ارض وتبقى ملكي من اي مكان براحتك بفلوسك. زمان لا، مفيش حاجه اسمها كده. الفرعون الارض ملكه هو ويأجرها لك زي حق الانتفاع، انك تنتفع بالارض مقابل تدفع له الضريبه، بس الضريبه اغلب المحصول بيروح للفرعون. شوف بنقول ايه؟ كانت جميع الاراضي الزراعيه في مصر القديمه ملك للفرعون اللي هي الدوله، وكان الفلاحين يقومون بزراعتها مطالبين بتسليم الجزء الأكبر للدولة كضرائب اللي هو 90% من المحصول، وانت تاخد 10% كفايتك. طيب يعني انت عايز تقول ان ما كانش فيه ملكية خاصة خالص؟ لا كان فيه. هنستثني حاجتين في الملكية الخاصة، هي الأرض بتاع الفرعون تمام، ممكن بقى يديها واحد لكبار الموظفين خلاص، او الجنود المخلصين عشان يضمن ولائهم ليه. يعني انت جندي مخلص بتدافع عن البلد، عن الفرعون، عن الدولة، انت تاخد لك حتة ارض وتورثها.
يعني هنا ايه بورثها له ليه وعياله. الى جانب انت من كبار الموظفين عشان اضمن ولاءك ليا ما تغشش ولا تسرق ولا تختلس، انا بديك ارض. يبقى انا كده الملكيه الخاصه مش منعدمه، موجوده، بس موجوده الاثنين، لكبار الموظفين والجنود الكبار. ماشي. مفيش ارض تاني؟ لا، في ارض تاني اسمها ارض الاوجاف. دي مخصصه لمين؟ طبعا يعني انا النهارده كهنه الاله امون، الاله رع، اتون، الناس دي بتصرف على الاحتفالات والاعياد الدينيه. طب هتجيب الفلوس منين؟ يروح الفرعون واجف لهم ارض خاصه تصرف على كل من المعابد والمقابر. خلاص. نقول تاني، احنا الارض ملك مين؟ الفرعون. الارض بتاع الفرعون، اشفار عنك يا فرعون، ما لقاش حد يلمني. بص يا جماعه، الفرعون بيعمل ايه بقى؟ يقول لك الارض دي بتاعتها يا مستر. ماشي. طب انا عايز منك ارض. يقول لي اجرها، وثلاث ارباع المحصول هيروح لي انا. يعني اغلبيه المحصول يروح لك كضريبه. كده مفيش عداله اجتماعيه. اتنين، انا ممكن اديك ارض بس في حالتين اورثها لك. واحد، ملكيه خاصه لما تبقى كبار الموظفين، وكمان عندي كبار مين؟ الجنود المخلصين ليا. طب وملكيه التانيه ايه؟ الاوجاف، الارض اللي مخصصه للانفاق، بننفق بيها على معبد او المقابر، اللي خاصه بالناحيه الدينيه بالكهنه. يبقى لن تنعدم الملكيه الخاصه، رغم ان الملكيه كنا كلها ملكيه فرعون، ما انعدمتش ليه؟ في نوع من الملكيه الخاصه لكبار الموظفين والجنود، او ارض الاوجاف اللي بتتعاطى للصرف على المقابر والمعابد. طيب، يبقى احنا الزراعه بسرعه كده نلخصها. احنا قلنا في الاول المصري القديم مرتبط بالزراعه عشان هي عارفها اكبر حاجه دخله هو وثراء الدوله. المصري القديم الانواع المحاصيل عشان عنده تنوع في المناخ، فرعتك محاصيل بقوليات، عندنا محاصيل الحبوب، الاشجار المثمره اللي نطلع منها زيت زي السمسم، ماده خام. طب كويس. ومحاصيل طبعا الكتان اللي بنصنع منها الملابس. ماشي. المنسوجات. دخل بقى على الملكيه، قلنا الملكيه الارض ملك الفرعون، في ملكيه خاصه واوجاف. طيب، هل الدوله في مصر القديمه ملهاش دور انها تساعد الفلاح ده تكتر له الزراعه؟ الحكومه حاليا بالمنطق يعني، هل هامله حاليا بتهمل حاله الفلاح؟ لا بالعكس، بتعمل له مشاريع، بتدي له قروض، بتجيب له ثروه حيوانيه، بتحاول الدوله تنشط الزراعه لانها اساس وعصب الاقتصاد. القاعده اللي انا ببني عليها صناعه وتجاره هي المواد الخام الزراعيه. طيب، فالدوله القديمه بقى كانت بتعمل ايه عشان تنمي الزراعه؟ طيب، اللي هي الحكومه المركزيه. انتوا فاكرين عصر الرخاء والتقدم الاقتصادي كان في الدوله مين؟ طب نفكر بعض كده. احنا قلنا الدوله القديمه لها اسم من 3 ل 6، اسمها ايه؟ ايوه، عصر بناة الاهرام. الدوله الوسطى 11 و12 قلنا عصر الرخاء والتقدم الاقتصادي. اكتر مشاريع اقتصاديه اهتموا بالزراعه الدوله الوسطى، اللي هو منتحتب الثاني، من نمحات الاول، سنوسرت الثالث، سنوسرت من نمحات الثالث. طب انا عندي دلوقتي ساهمت الحكومه المركزيه خاصه في الدوله الوسطى اللي احنا قلنا عصر الرخاء والتقدم الاقتصادي. ماشي. عن طريق ايه بقى؟ واحد، إقامة مشروعات للري. طبعا الدولة ترعى ومصارف بتهتم بمشروعات الري، ده أول دور ليك كدولة إنك تهتم بمشروع الري. اتنين، إقامة السدود. أنت عارف كان زمان إحنا متفقين إن مصر القديمة نهر النيل علمنا إيه؟ التكافل والتكامل، إن إحنا خطر الفيضان. طب ما هو الفيضان هيجي يغطي الأرض يبوظها، نعمل إيه؟ فالدولة لها دور، زي من نمحات الثالث هيعمل سد اسمه سد اللاهونة عند مدينة الفيوم. يعني انت عايز تقول ان الدولة بتهتم اللي بالري، ترعى المصارف وتعمل لي مشاريع ري. الدولة تتقي خطر الفيضان ان انا ابني سد، وبناء السد ده ناخد انا وانت كده معلومة، سد يبقى ده تقدم ناتج تعلم كده.
في علم الهندسة، لأن السدود بتتبنى بطريقة هندسية. طيب طبعا الدولة لها دور في زيادة مساحة الأرض. يعني الدولة الحكومة المركزية بتهتم لي بمشاريع ري، بتبني لي السدود، بتوسع لي مساحة الأرض. كويس. خلي بالك بقى معايا، بتعمل إدارات ماشي عشان تدير الزراعة. زي مين مثلا؟ عندي إدارة مسح الأراضي. هل مسح الأراضي بجيب الشرشوبة واديها كده مكنستين؟ لا، مسح جاية من الجياس، إنها تاخد المساحات. 2، إدارة الري التي تهتم بالمشروعات الري، ترعى ومصارف وسدود. الإدارة المحلية في الأقاليم، كل إقليم، المنيا بني سويف إلى أقاليم، مصر كانت 42 إقليم، في إدارة محلية تهتم بالزراعة وشؤون الري هناك في كل إقليم. إدارة الزراعة اللي بتشوف بقى المحاصيل والزراعة والبذور والسماد، زي وزارة الزراعة دلوقتي. يعني الدولة عاملة له مسح للأرض وري وإدارة محلية وإدارة الزراعة. طيب في بقى إدارة تانية بتبقى الإدارة السليمة الحازمة لمواجهة الأزمات، متخصصة بالزراعة ومشاريع الري، زي قصة سيدنا يوسف. لازم تبقى في إدارة تواجه أزمة، اللي احنا دلوقتي بنسميها زي إدارة الكوارث، إدارة الأزمات. يعني إيه إدارة الأزمات؟ عشان تبقى إدارة حازمة وحكيمة. احنا مش علينا القصة، بس انت عارفها في أي دين من الأديان. قصة سيدنا يوسف لما الفرعون حلم لقى فيه 7 بقرات تخان جوي، و7 عندهم أنيميا رفيعين، 7 سنابل خضر جدا، و7 سنابل صفر جدا. فبدأ الفرعون يدور على حد يفسر له الحلم ده، فراحوا لسيدنا يوسف فقالوا له الحلم. ففسروا الفرعون ازاي؟ قال والله ال7 تخان وال7 سنابل دول المزدهرين، ده يدل ان البلد هتمر ب7 سنين مانجا، هتبقى في فائض في الانتاج والدنيا حلوه. بس في 7 سنين تاني هيبقوا عجاف، البلد هتكح تراب. فهو فسر له الحلم، فاقتنع الفرعون بالحلم، فراح معين سيدنا يوسف وزير للماليه. شوف بقى، هو بيعينه كإدارة حازمة. يعمل ايه عشان يواجه في 7 سنين جايه له ازمه؟ فبدأ يهتم في ال7 سنين الخير، يزرع سنابل جمح كتير ويقول خدوا قليل اللي يكفينا وسيب الباقي في السنابل بتاعته، عشان ال7 سنين الخير لما ينتهوا ويخشوا علينا ال7 العجاف نستخدم اللي احنا مخزنينه. كده نقدر نقول ست وسيدك بيقول ايه؟ من حسب الحسابات في الهنا بات. يبقى من حسب الحسابات في الهنا بات، ده اساسا الاداره الحازمه اللي عملها سيدنا يوسف لمواجهه تلك الازمه. يبقى هو بيوريك ان الدوله، اولا الدوله بتنمي الزراعه ازاي؟ ما هو الدوله لها دور، السلطه المركزيه زي الدوله الوسطى. اولا بتزود لك مساحه الارض، الدوله بتعمل لك مشاريع ري، الدوله بتعمل لك كمان سدود عشان تواجه خطر الفيضان زي سد اللاهون. اهم حاجه الدوله بتعمل لك ايه؟ الدوله بتعمل لك ادارات، اداره مسح الاراضي، اداره ري الاقاليم، اداره زراعه. قلنا المسح دي الجياس، الري مشاريع، الاداره المحليه بتدير الزراعه في الاقاليم، اداره الزراعه بتشوف شؤون الزراعه زي وزاره الزراعه. بس في اداره لمواجهه الازمات، زي ما قلنا اداره حازمه لمواجهه الازمات، اداره متخصصه زي قصه سيدنا يوسف. اعطيك يا بابا احدى المشروعات بقى الزراعيه، مشروع مهم جدا اعطولك كاسس ليك، اسمه مشروع سد اللاهون. ايه قصه مشروع سد اللاهون ده معانا؟ بصوا يا جماعه، احنا عارفين ان في بعض الاحيان فيضان النيل بتيجي الميه كتيره. طب ما هو الفيضان ده لما بيجي كتير هيغرق الارض. فجه من محات الثالث من ملوك الدوله الوسطى، خلاص، من اهم ملوك الاسره ال 12، عمل ايه بقى؟ قال طب احنا نفكر امبراطور مع بعض. الميه بتيجي من الجنوب رايحه الشمال وتصب في البحر المتوسط. طب ما احنا هنيجي عند مدينه غرب الدلتا، عند مدينه الفيوم، ونعمل سد اسمه سد اللاهون. السد ده مبنى
ليه فتحات زي شبيه السد العالي كده، ونخزن الميه، ولما الميه تنحصر نستخدمها في الزراعه. فكره في الوقت ده كانت عبقريه. فهو الراجل جه عند سد عند مدينه الفيوم، وعند حته منطقه اسمها اللاهون، وراح عمل سد اسمه سد اللاهون، نستخدم الميه في وقت الحاجه. تمام. قلنا السد ده يؤكد ان الدوله دي متقدمه هندسيا. طب السد ده اثر علينا ازاي؟ طبعا السد ده ارتبط ان احنا نعمل ترع ومصارف كويس وخزانات عشان الميه. كما ان السد ده فادنا في ايه؟ تخيلوا ان بسبب سد اللاهون استصلحنا 27,000 فدان في هذه المنطقه. يعني مساحه كبيره جدا، 27,000 فدان في الوقت ده. رقم 2، قدرنا ان احنا ننشئ مدن جديده حول بحيره موريس اللي هي حاليا بحيره قارون. يعني بداوا يعملوا مدن حوالين المنطقه اللي استصلحت الارض. ما احنا قلنا ما انت بتستصلح ارض الفلاح يستقر، يعمل بيوت، يعمل قريه، يعمل مدينه، يعمل اقليم. يبقى انا اقدر اقول شوف قام ابن محات الثالث عند مدخل الفيوم. على فكرة الفيوم شرق الدلتا ولا غربها؟ غرب الدلتا. بهدف منع مياه الفيضان من إغراق الأرض. يعني كل اللي عايز هو الراجل إنه يمنع الفيضان. طب أمنعه إزاي؟ أجيب شيء يحجزه، فراح عمل سد اللاهون. طيب لتخزين الفيضان للاستفادة منها عند الحاجة. وقد ارتبط بهذا المشروع حفر الترع وعمل مصارف وجسور. وترتب ما الآثار المترتبة على قيام ابن محات الثالث بسد اللاهون. أول أثر زراعة نحو 27,000 فدان في إقليم الفيوم. إنشاء مدن جديدة حول بحيرة موريس اللي هي بحيرة مين؟ قارون حاليا. خلاص؟ طيب المصري القديم، يبقى هو المصري القديم كده الدولة نمت له إدارات، مساحة أرض، مشاريع ري، إدارات زراعة، إدارة حازمة لمواجهة الأزمات، قصة سيدنا يوسف. بدأ يوريك إن الدولة بتعمل مشاريع زي مشاريع مين؟ الري، زي سد اللاهون. وراك سد اللاهون ده أثر 27,000 فدان في المنطقة دي استصلحت في إقليم الفيوم. أنت قدرت تبني مدن جديدة وتعمرها، خاصة حول بحيرة مين؟ موريس. طيب هل المصري القديم كان بيهتم بتربية الحيوان والصيد؟ طبعا، لأن تربية الحيوان ده شيء مرتبط بمجال مين؟ الزراعة. بص يا بابا، المصري القديم من زمان حتى لغاية دلوقتي تلاقي الناس في الأرياف عندنا مهتم، في ناس بتحب جدا تربية الطيور والأغنام والمشاية، بتبقى أسلوب ليها حياة. ده موروث عندنا من المصري القديم. المصري القديم منذ زمان بيهتم بتربية الحيوان ويرغب بالحيوان وبيرعاها. طب كويس، يعني المصري القديم اهتم بالتربية، الماشية والأغنام والأبقار. طب هو كان في إقليم الدلتا، اشمعنى؟ يعني كان دايما في الدلتا مش في الوادي، عشان كثرة المراعي في الدلتا، في الخضروات هناك وفي الحياة المراعي. فالمراعي هناك البرسيم والحشائش دي بتساعد على ان احنا نربي الأغنام والأبقار. طيب ليه الماشية والأبقار؟ طب المصري القديم بقى ليه احتلت البقرة عنده اكبر شيء هو اهتم بيها، لدرجه ان تربيه الابقار والماشيه مش كان اي حد يربي، كانت ناس عندهم خبرات في التربيه. زي دلوقتي ما بياخدوش اي حد، مثلا اسطبلات الخيل، المزارع، الثروه الحيوانيه الكبيره اللي في الجبل، ما بياخدوش اي حد يربي، لا لازم يبقى عندك خبرات انت مكتسبها. فالمصري القديم اشمعنى البقره؟ يعني انت عارف ان المصري القديم كان في بعض المناطق كانوا بيعبدوا الابقار. ليه؟ لانه بيعتبروها، كانوا بيسموها الاله حتحور، لانه بيعتبروها رمز الامومه والخير، بياخد منها الالبان والسمن والجبن، يعني رمز الخير وبتساعده في الحقل. فهو كان مقدس البقره دي. طيب يبقى المصري القديم اشتهر بحب الرعي الحيوان. كانت ثروه حيوانيه كبيره في الدلتا بما تفسر. قلنا الدلتا ليه؟ لتوافر المراعي الطبيعية. وكان يقوم برعي الماشية طائفة من الرعاة المحترفين، مش أي حد. من أشهر الحيوانات البقرة، قلنا احتلت المكانة الأولى، الإله حتحور رمز الأمومة، وعنده أغنام وعنده ماعز. طيب المصري القديم طبعا كان بيربي الطيور
البط والوز والدجاج والحمام، واعتنوا بتربية النحل. خلاص؟ بما تفسر ليه المصري القديم كان بيهتم بالحيوانات. المصري القديم ليه كده كان بيهتم بالحيوانات بالطريقة دي؟ رقم واحد، هو مستفيد منها في أعمال الزراعة والنقل. تعرف طبعا الأبقار، الحرث، الحاجات دي، إلى جانب الطور كان بيستخدموا في حرث الأرض، النقل زي الدواب اللي هي الحمير بتنقل له المحصول. ينتفع بصوفها وشعرها وأوبارها وجلودها والحمى، كان بياخد منها الخير، الصوف والألبان بتاعتها والشعر والوبر واللحوم بتاعتها. يبقى المصري القديم اهتم بالثروة الحيوانية. يبقى المصري القديم حتة الزراعة مرتبطة عنده بالثروة الحيوانية. طب وانت مصر القديم بترعى، بتهتم ليه؟ هو منذ القدم بيرعى بالحيوان وبيهتم بتربيته لانه مستفيد من وراه. طب اشهر اللي كان بيربي الحيوانات كده اي حد؟ لا، فئة محترفة. طب المصري القديم كان بيربي فين؟ في الدلتا، اكتر المراعي في الدلتا، عشان المراعي هناك، فتبدا اكتر تربيه للثروه الحيوانيه في منطقه الدلتا. ماشي. طب المصري القديم ايه الحيوانات اللي كان بيربيها؟ عنده الابقار، ماشي، عنده المشاية، الماعز، البط، الوز اللي هي بتندرج تحت بند الطيور، والحمام، واعتنوا بتربية النحل. هو بيستفيد منها في أعمال الزراعة، كمان بياخد منها اللحوم والجلود بتاعتها. طيب بصوا يا جماعة، المصري القديم ما عرفش الصيد؟ لا، عرف. ده المصري القديم بيربي حيوانات وبيصيد كمان حيوانات. طب تعددت أنواع الصيد عند المصري القديم. هو كان عنده 3 أنواع من الصيد. خلي بالك، صيد البر، ماشي. فاكرين فيلم عندليب الدقي بتاع هنيدي لما راح عند اخوه فواز في الامارات؟ فواز كان في المزرعه بيعمل ايه؟ كان ماسك البندقيه كده وقاعد يصيد ايه؟ الحيوانات. كان بيصيد الغزلان والاسود. اصل الحته دي، طب هو مستر الاسد يعني هيصيد ويستفيد منه ايه؟ لا، هو كان بيستفيد ايه؟ بيقضي وقت فراغ. يبقى تقضية وقت الفراغ، يبقى الصيد البر ده كان شيء من الترفيه، ولذلك كان بيقوم به الجماعة اللي هم هوبا فوق، اللي هم الجماعة المرتاحين، بحب الناس الرايقة. يبقى الصيد البر ده المصري ما اشتغلش بيه لأنها العلية القوم. يبقى أقدر أقول كده ده بيؤكد الطبقية. طب أربطها بمين يا نجم؟ يا نجم النجوم، نحلل لو انت الحته دي، نربطها باستخدام ورق البردي. المصري القديم كان ورق البردي غالي، فكان بيستخدمه في الفئات العمريه المتقدمه في التعليم، والناس اللي معاها فلوس، الناس الغنيه. يبقى انت عايز تقول كده ان صيد البر يقوم على صيد الحيوانات في الصحراء غزلان، ولم يهتم المصري به لانها ليس وسيله لكسب العيش، بل انها رياضه لعليه القوم، الناس الرايقه. يبقى المصري القديم لم يشغل حيز اهتمامه حته صيد الغزلان او الاسود، لان ده سايبه للناس اللي بتقضي بيها اوقات الفراغ. طيب، هل عنده صيد الطيور؟ كان بيصيد الطيور، بس صيد الطيور السمان والطيور والبج ما كانتش بتحتاج ليه مجهود كبير. كان معاها عصا معكوفه كده زي العكاز بيصيد بيها، فما كانش صيد الطير ده بيستخدم مجهود. من انواع بقى الصيد اللي كان بيهتم بيها جدا المصري القديم صيد الاسماك. يعني هو عنده صيد في البر، وصيد طيور في الجو، وصيد في الميه. طبعا صيد الاسماك المصري القديم اهتم بيها ليه؟ لانها كانت مصدر اساسي للاكل بتاعه، مصدر اساسي للغذاء، خاصه للطبقات الفقيره من النيل والترع والبحيرات. يبقى خلي بالك معايا، الصيد اهو، شوف انا اعمل السهم فين، وحته صيد البر وصيد الاسماك بيأكدوا الطبقيه. ليه؟ صيد البر يا بابا بيستفيد بيه اللي بيقوم بيه علية القوم، الناس الفاضي، ما هو اللي معاه فلوس محيراه يجيب حمام ويطيره، دي ناس اساسا مرتاحه وبتاع. باخد وقت فراغ البندقيه بتاعتي، غزلان، اسود من الصحراء، انا مش بهتم بيها، انا بصيدها واسيبها. طب وانت بتعمل ليه كده؟ قضاء وقت الفراغ. فالمصري القديم الغلبان، يا عم كبر دماغك، ماليش دعوه بالصيد البر ده. طب صيد طيور، باجع الطيور، الحمام، الكلام دوت،
الطيور لا تحتاج صيد السمان والطيور والبجع، ده لا يحتاج مجهود كبير منه. سمان، البجع، الطيور. طيب عنده صيد السمك، لا ده بقى مهم قوي، لانه ده للطبقه الفقيره، بتاكل منها ماما، بتاكل منها عيش ومصدر لغذائه. فكان المصري القديم يروح يترع المصارف البحيرات، يبدا يصيد، ولانه ده كان اساسا مصدر رئيسي للغذاء بتاعه، ولذلك كان يقوم بها الطبقات الفقيره. يبقى صيد البر والاسماك يكرسان يؤكدان الطبقيه في المجتمع المصري القديم. تمام كده؟ طيب يبقى احنا خدنا الزراعه. ملخص الحصه كده في الحلاوه، انت خدت فيه مقومات لغايه دلوقتي الزراعه. انت عندك مقومات. ايه المقومات دي يا مستر؟ اولا انا عندي مقومات في الزراعه. في الاقتصاد ككل عندي نهر وعندي معادن، نهر زراعه، معادن صناعه، موقع تجاره عالميه. طب كويس، يبقى انت عندك مقومات الاقتصاد ارض الخير. راح يجيب لك الزراعه ان المصري القديم مرتبط بيها، راح جايب لك اهم المحاصيل. رقم 2 دور الدولة في تنمية المحاصيل دي ايه، وبعد كده جاب لك ان الدولة ليها دور مهم الى جانب ان الملكية الزراعية كانت لمين. يعني جاب في الاول الارض، محاصيل، الملكية، دور الدولة في التنمية، الصيد عند المصري القديم، سواء صيد في البر او صيد في الاسماك او صيد الطيور. ادي ده ملخص بسرعة لحتة مين الزراعة. يعني انت بتتكلم عن عناصر. اول حاجة الفلاح والملكية، محاصيل زراعية، دور الدولة في التنمية، الصيد وتربية الحيوان. دي عناصر الزراعة. بعد ما خلصنا يا صديق الزراعة، نخش بقى على مين؟ الصناعة. طيب بصوا يا جماعة، احنا عارفين ارض الخيرات. مصر عندها مواد خام، ايه؟ اخشاب، احجار معدنية. المصري القديم نجح في إقامة نهضة صناعية قوية، يعني وفرت المواد دي من أخشاب، أحجار، معادن، أدت إلى أن هو اتعامل معاها. يعني هو الخشب بدأ يقطع ويستخدم منه أساس، الأحجار ينجش عليها ويبني مقابر ومعابد وتوابيت. كمان المعادن بدأ يستخدم منها الحلى ويعمل صهرة ويستخدم منها أدوات الزينة والأدوات. يبقى المصري القديم قدر يتعامل مع الخشب والحجارة والمعدن، يشكلهم لمصلحته، فنجح في إقامة نهضة صناعية قوية. يبقى المصري القديم عنده مقومات الصناعة اللي هي المعادن. خلاص؟ طيب هنبدأ برضو نمسك عناصر الحياة الصناعية، هنتكلم عن الصانع وأهم الصناعات ودور الدولة. طيب نمسك الأول الصانع المصري القديم. بصوا يا جماعة، أنا النهاردة مثلا بتروح تصنع أو تصلح عربيتك، فبتروح عند الأسطى بيليا ابن عبد الحميد اللي جده من الحاج إبراهيم. إيه الموضوع ده؟ يعني هو بيليا أبو عبد الحميد ابن الحاج إبراهيم العيلة كلها بتشتغل ميكانيكية؟ أيوه، ما هو بيليا تورث عن أبوه، وأبوه واخدها من أبوه، يبقى الواد واخدها من أبوه وجده، يبقى الصح يدحم أبوه الصانع زي جده وأبوه. أنت عايز تقول لي إن الصنايعي في مصر القديمة متورث المهنة؟ طبعا. أنا لما باخد بقى مهنة من أبويا وجدي يبخل عليا في حاجة، بيديني كل الأسرار، فده بيساعدني إن أنا أبقى خلاصة. تمام ولا لا؟ ببقى متقن فابريكا في الصنعة. ليه؟ لأن أنا متورث شاربها من أبويا وجدي، ودول ما بيخبوش عني حاجة، فده ساعد على إتقان الصنعة. طب هل من حاجة مستر إن أنا أسيب الصنعة وأشتغل بصنعة تانية؟ ليك حرية كده براحتك. كان من حق المصري القديم يزاول أي مهنة تانية، ماشي، بس في الأساس خلاص إن أنا بتورث المهنة من أبويا وجدي، فده ساعدنا على الإتقان. يبقى بص، في الأول كان الصانع المصري يرث الحرفة عن أبوه وجده ويورثها لأبنائه، مما ساعد على إتقان هذه الحرف وتطويرها من جيل إلى جيل. طيب كان من حق الصانع مزاولة حرفة تانية وصلت طبعا الكفاءة للإتقان والجودة. بص يا بابا،
بدأ المصري القديم يعرف مع مرور الوقت أسرار المواد الخام، والدليل على ذلك إيه؟ الأعمال التي تملأ الآن متاحف العالم. يعني المصري القديم أتقن صناعته بحتة الوراثة، وبدأ يعرف الأسرار، ومن الأسرار دي بدأ يتقن الصنعة، وبدأ يعرف سر المادة الخام، وبدأ يعمل أعمال موجودة دلوقتي في معظم متاحف العالم. احنا خدنا كده الصنع المصري، أهم الصناعات المصرية القديمة. خلي بالك معايا بقى في الصناعات دي، هنمشيهم أنا وأنت بالترتيب. هو في الأول عرف الصناعات الحجرية، الحجر، لأن دي أقدم صناعة المصري القديم يعرفها. طيب المصري القديم كان بيستخدم الأحجار في صناعة إيه؟ أول حاجة دي أقدم الصناعات أهي، صناعة التماثيل، الأواني. خلي بالك للتوابيت دي، تابوت المكان اللي بيحطوا فيه التمثال. يعني هو بيعمل إيه؟ بيصنع تمثال وأواني، الأواني الحجرية اللي بيستخدمها، وتوابيت من الحجارة. طيب بعد ما ساب الحجر بدأ يخش على مين؟ على صناعة الفخار. ده بيجيبها من مين؟ من طمي نهر النيل. ما احنا قلنا الطمي نهر النيل عمل حاجتين، صناعتين: صناعة ورق البردي، نبات البردي اللي صنعنا منه الورق، وصناعة الفخار من الطين، مادة الغرين، الطين اللي بتطلع من المية. الطمي ده صنع بها ايه؟ التماثيل، الأواني، الطوب للبناء، يعني تمثال، أواني من الفخار. تمام؟ يبقى التماثيل والأواني والطوب، يبقى هو عرف صناعات حجرية ثم صناعات فخارية. الصناعات الزجاجية بقى، الجزاز. المصري القديم عنده بيئة طبيعية صحراوية، خاصة في الصحراء الغربية وشبه جزيرة سيناء، الرمال البيضاء. كان المصري القديم بيصنع منها الزجاج من هذه المواد الخام من الرمال المنتشرة في الصحراء. شوف يقول لك ايه؟ صناعات زجاجية. سبق المصريين العالم في صناعة الزجاج من الرمال البيضاء، يبقى من البيئة بتاعته المنتشرة في صحراء مصر. يبقى هو استخدم الصحراء كمواد خام صناعة ايه؟ الزجاج. يبقى هو استخدم حجر وفخار وزجاج. الصناعات المعدنية، طبعا هو عنده معدنين: الذهب والفضة. الفضة كانت محدودة جدا لأن كانت قليلة، فما كانش بيستخدمها كتير. اللي كان بيستخدمه ببراعة الذهب، لأن المصري القديم أولا الذهب أظهر براعة منقطعة في استعماله. صنع منه إيه؟ الحلة بتاعته، أدوات الزينة، الأواني، خلي بالك، التوابيت والأقنعة والتيجان. زي طبعا أهم تابوت عندنا القناع بتاع قناع توت عنخ آمون. توت عنخ آمون ده من الأقنعة المهم جدا، مرصعة كلها بالذهب. وشوف كان بيصنع إيه؟ أواني. تخيل إنك تاكل في إناء من الذهب. كويس. الفضة مصنع منها التوابيت مثل توت عنخ آمون. يبقى لاحظ إن التابوت أهو بيتصنع من حجر، التابوت بيتصنع من ايه كمان تاني؟ شوف، التوابيت بتتصنع من الذهب. صناعات الأخشاب، طبعا المصري القديم عنده مشكلة في صناعة الخشبية. ايه هي؟ ان احنا يا شباب ما عندناش غابات كتيرة لقلة سقوط الأمطار، فالغابات كشيء طبيعي مش موجود اللي نطلع منه الخشب، فكان دايما يبعت بعثات بره. كان ده ناخده بالتفصيل في التجارة، زي ما هنبعت سنفرو إلى بلاد فينيقيا في الأسرة الرابعة نجيب خشب الأرز عشان أصنع بيه. إلى جانب كنا بنبعت إلى بلاد النوبة وبلاد بنط اللي هو أخشاب الأبانوس، كنا بنجيبها برضو نصنع بيها. فهو المصري القديم الصناعة اللي اعتمد بيها على مواد خام مستوردة اللي هو الأخشاب. طب استورد المصري القديم الأخشاب الجيدة من الخارج، قلنا من فينيقيا ومن بلاد النوبة وبلاد بنط في الصومال، مثل خشب الأرز والأبانوس. صنع من الخشبين. طبعا الخشب هعمل منه ايه؟ سفينة، أساس، بص دي التوابيت، كلاكيت 3 مرة، والأبواب. يبقى سفن، أساس بتاعتي، توابيت، أبواب. يعني التابوت بتعمله من الحجر وبتعمله من الذهب، المكان اللي بيحط فيه التماثيل التوابيت دي زي الصندوق،
وبتعمله من الأخشاب. يبقى الصنعة التي تعددت فيها المواد الخام هي صناعة التوابيت، تعددت فيها المواد الخام. طيب في طبعا صناعات قائمة على نبات البردي. انتوا عارفين نبات البردي مصر هي اللي مشهورة بيه، وكنا احنا اللي بنصنع النبات ده هنا، ماشي، بنزرع النبات ده هنا ونصنع منه ورق البردي. طب ورق البرد ده من نبات البردي، بعمل منه ايه؟ ورق، بعمل منه حبال، بعمل منه حصر، بعمل منه فرش كنا بنفرش بيه على الأسرة. يعني انت عايز تقول كنا بنصنع من الورق ده. مصر اول طبعا دولة عرفت الكلام ده في العالم، صناعة الورق من هذا النبات. صناعة المراكب الخفيفة، مركب خفيفة دي تاخد واحد بتاع، تاخد رجله بس مثلا، لكن مش هنركب فيها علي فيش. 2 السلاسل، الحبال، الحصر. طب كويس. احنا عرفنا صناعات تانية اسمها الغزل والنسيج. يعني انت عارف صناعات حجرية، فخارية، معدنية، خشبية، زجاجية، صناعات ورق بردي، مش سايب حاجة. كل المواد الخام اللي حواليك اتقنتها واتعاملت معاها. عندي بقى الغزل والنسيج. استخدم المصري القديم الكتان، خلي بالك، والحرير والصوف. ايه؟ كتان، حرير، صوف. طب ما هو ده في صناعة الملابس، المنسوجات. طب الحرير ده يبقى هو كان عارف تربية دودة القز. ما هو كان بيجيب الحرير منين؟ من تربية الدودة دي. طيب استخدم النساء طبعا عشان نصنع اللبس، كان النساء بيستخدموا مخازن من الخشب للغزل زي دي كده. والنول اللي بيستخدموه الان في الريف المصري، النول ده اللي بيبقى حته خشبه كده مربعه، وبيبدا يحط مسامير حواليها ويبدا يشد خيط ويعمل انوال تشبه الانوال اليدويه. يبقى المصري القديم استخدم الغزل والنسيج، وكانت النساء هم اللي بيقوموا بالعمل ده، زي الصوره اللي هو وراها لك كده. النساء في مصر الفرعونيه بيغزلون الانوال. طيب في عندي صناعه المنتجات الجلديه. مصري قديم دبغ الجلود وتقدم فيها. زي ايه؟ 1 كنت بصنع منها الحذاء، المقاعد، أغطية الوسائد، المخدات، أرضية العربات، إلى جانب جراب المياه. يعني المصري القديم خزن المية في سد أو استخدم الجلد اللي هو جراب المياه. يبقى المصري القديم استخدم صناعات. طبعا الكلام ده سهل جدا وانت بتجرب بعينك كده، بس بتبقى عارف كل ماده بتصنع منها ايه. اهم حاجه عندي التوبيت من حاجات مختلفه. يعني انت عارف صناعات حجريه، عندي صناعات فخاريه، صناعات خشبيه، صناعات زجاجيه، صناعه قائمه على ورق البرد، منسوجات. كل دي صناعات المصري القديم اهتم بيها. طبعا صناعه الجلود. طيب هل الدوله يا نجم لها دور بقى في تنميه الصناعه؟ انا لسه واخد ان الدوله لها دور في تنميه الزراعه. فكرني كده، عملت ايه في الزراعه؟ 1 زودت مساحه الارض، مشاريع الري، السدود اتقاء خطر الفيضان، ادارات حازمه، ادارات لاداره شؤون ده فين؟ الزراعه. طب هل في الصناعه لها دور؟ طبعا. اولا المواد الخام دي معظمها فين؟ في الصحراء. فالدوله كانت حريصه 1 الاهتمام باستخراج المعادن، بنقب عن المعادن. طب انت ممكن كده تتعرض لمين؟ للمجرمين، البلطجيه، اللصوص، يخشوا بقى في الصحراء وانت بتستخرج ياخدوا منك الذهب. فالدوله كانت بتبعت بودي جارد، بتبعت بعثات لحمايه التعدين في الصحراء. يبقى الدوله لها دورين. الدور الاولاني هي تستخرج لك المعادن. طب وانت بتستخرج المعادن بتحميك، بتامن البعثه التي تستخرج المعادن في الصحراء، ماشي. وكان الملك زمان يقعد في قاعده كده ويفتخر انه ما بيسخرش العمال، الصنايعي ما بيسخروش، بيديله حقه. طب كويس. وكان دايما يصرف للعمال ويقول لهم بيستخرجوا المعادن فلوسهم مخصصات عينيه، يعني مش فلوس نقدي. المصري القديم ما عرفش الفلوس اساسا، ما كانش بيستخدمها. فكان بيديله حاجه عينيه، قطعه من الذهب، قطعه من الفضه، من المعدن. انا بديك اجرتك شيء. زي مثلا في الارياف يقول لك ادي الواد درس على الجوط، يا اما خد لك جنطرين جوط، قول له خد قشر دي على طول. فاهمني؟ طبعا ده دلوقتي، كان زمان المصري القديم بيستخدم كده. يبقى الدوله اهتمت باستخراج المعادن 1، توفير الحمايه،
الملوك يفتخرون بأنهم يعطون للعمال حقوقهم ويمنعون عنهم السخرة، يعني بيدوا كل واحد حقه. وكانت أجور العمال مخصصات عينية، يعني شيء مش نقدي. خلاص كده احنا خلصنا النهاردة مجالين في الاقتصاد المصري الفرعوني. خلصت زراعة وخلصت الصناعة. بإذن الله الحصة الجاية هناخد التجارة. خلاص عشان ما يبقاش بس ايه كلام كتير عليك، لان الدرس ده متشعب زراعة صناعة تجارة، فاحنا كفاية عليك كده في المحاضرة دي. وهناخد نواتج التعلم الخاصة بيهم وهنحل الأسئلة بس الخاصة بالجزء ده في كتاب التدريبات بالنسبة للمنصة. تمام؟ نشد حيلنا، احنا دايما بنراجع وبنطبق، ودايما ارجع للي فات. الناس كتيرة بعتلها على المنصة بننسى التاريخ ليه؟ لأنه هو عملية تكرارية. أذاكر الجديد، أنا ليه دايما بحل فكر مع الإمبراطور؟ عايزك ترجع للي فات. وإحنا بإذن الله نخلص الوحدة دي وبرضه امتحانات، لأن شغل الامتحانات كتير والحل التدريبات كتير هي اللي بتثبت عندي المعلومة. خلاص شد حيلكم، ربنا يوفقكم. ما تنساش شعارنا الإمبراطور أنت طالع دكتور. خلاص السلام عليكم.